النهارده هكلمك عن موسيقار الأجيال اللي توفى في يوم 4 مايو سنة 1991 أسرى سكتة دماغية. الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، وقول زي ما انت عايز قول في ألحانه وأغانيه وكل حاجة حلوة ممكن تقولها ليه. اتولد محمد عبد الوهاب في 4 سبتمبر سنة 1910 في حي باب الشعرية العريق في القاهرة، في أسرة محافظة جدا. طبعا هنتكلم على محمد عبد الوهاب. محمد أبو وهاب والده كان الشيخ محمد أبو عيسى، مؤذن وقارئ قرآن في مسجد السيد. وفي عشرينيات بدأ عبد الوهاب أغاني باسم محمد البغدادي مع فريق المسرح المحلي، ثم التحق بمعهد الموسيقى العربي. طبعا تبناه العظيم الكبير أحمد شوقي وقدمه في أحد الحفلات والمناسبات، وساهم في نجمه إن هو يوصل للفن ويبقى موجود وسط الفنانين. دخل عالم التمثيل عام 1933 وقدم أفلام مثل الوردة البيضاء ويوم سعيد. النجم محمد أبو وهاب اتعاون مع كبار المطربين أمثال أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وفيروز، وقدم العديد والعديد من الألحان الخالدة. طبعا هو اللي دخل الآلات الغربية إلى الموسيقى الشرقية وطور الألحان الكلاسيكية وعمل نقلة نوعية في عملية الموسيقى العربية. طبعا احنا لو بنتكلم على عبد الوهاب بنتكلم على أجيال وأجيال توارثت فن وموسيقى محمد عبد الوهاب اللي طورها وتوارثها أجيال. حصل على العديد من الجوائز، منها وسام استحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، والدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، ولقب فنان العالم من جمعية المؤلفين في باريس عام 83. لحن أغاني وطنية مثل بلادي بلادي، أحبك مصر التي أصبحت رمزا للوطنية. طبعا محمد عبد الوهاب لحن العديد والعديد من الأغاني الوطنية اللي موجودة حتى الآن بنسمعها. طبعا توفى زي ما بقول لحضراتكم في يوم 4 مايو سنة 1991 العظيم الجميل محمد عبد الوهاب. طبعا محمد عبد الوهاب تخليدا وتكريما ليه تم إقامة تمثال ليه في ميدان باب الشعرية بالقاهرة، وأنشئ متحف يضم مقتنياته الخاصة في معهد الموسيقى العربية تخليدا لذكراه. لو رحت متحف الموسيقى العربية هتلاقي كل حاجة موجودة خاصة بالفنان محمد عبد الوهاب. لو نزلت باب الشعرية هتلاقي نفس التمثال ده موجود. رحم الله الفنان محمد عبد الوهاب في يوم ذكرى وفاته. لو لسه فاكر الفنان ومعلم الأجيال وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ادعي له بالرحمة في يوم ذكرى وفاته.